أسماء جلال وعمرو يوسف عاملين فيلم بورنو بس عالضيق. واللي ما يعرفش أسماء جلال كان معروض عليها فيلم من سنة بالظبط لتمثيل قصة حياة مي خليفة. والله زي ما بقولك كده، بس هي كان طموحها أكبر من كده، فعملت مي خليفة بنفسها مع جوني سينس الغلابة. الحاجة الوحيدة اللي مش مفاجأة في الفيلم إنه إخراج طارق العريان، يعني كان جاي جاهز، عري وإسفاف، كلام خادش للحياة هتسمعه وهتعرف معناه ومش هتصدق. إيحاءات جنسية صريحة محظورة تدخل أي بيت عربي. انت ليه مسميها سارة منافين؟ اصل المكنه عندها ما كانتش تدور الا مانيوال. كلمات وأوصاف ما ينفعش إنها تتقال. هي دي الدعاية اللي نجحوا إنهم يوصلوها لك في السلم والتعبان. بيبدأ الفيلم بظهور الأخت ملك، وهي بتظهر لنا بطلعتها البهية ومجموعة من الأصدقاء في قعدة أنس وصفاء، ومنهم جده ماجد المصري اللي مقنتم مع كتكوتة مش مصري. والأخت ملك بتتخيل فارس أحلامها لما شافت أحمد مقضيها مع البنات، احلو في عينها وبدأت تحتك بيه. بصراحة بقى ما تعرفش مين اللي بدأ يوقع التاني، هو ولا هي، خصوصا ان ام ملك ما سلمتش من ايد احمد اللي كان بيكلمنا وبيقول لنا انه بيحب كل الستات، لان كل ست ليها طعم مختلف، في الحلوة وفي اللي دمها خفيف وفي التقيلة وفي المجنونة وفي الذكية، وقال ان ملك فيها كل ده مضروب في الخلاط. ملك بقى كان فيها كل ده مضروب في الخلاط. يا استاذ احمد انت نسيت حتة الفحم في المكونات، برغم ان السمار نص الجمال بس ده سواد قلوب. وركز معاه بقى في التقيل. وهي معاه في العربية رن جرس التليفون. مش بكده؟ الحق، سارة منافيلا بتكلمك. معرفش ايه اللي فكرها بيا دي كده. لا تلاقيها عايزة تغير زيت او حاجة، يعني ما تصدمهاش. انت ليه مسميها سارة منافيلا؟ اصل المكنه عندها ما كانتش تدور الا مانيوال. وبعد ما السهم في قلبه سلك، اتجوز احمد في الاخر ملك، وحياته بقت اجمل واهدى واروق، وابتدى يركز في شغله اكتر، وبقى اكبر عنتيل في مصر، وبقى كل حياته ملك والولاد. ده انت يطلع عينك. وفجأة قال لها ان هو مش مرتاح معاها وان حياتهم بقت مملة. افتكرت ملك انه عايز يطلقها، لكن احمد كان هدفه التغيير، وقالت له انت شايف ايه الحل من وجهة نظرك عشان نرجع زي الاول؟ قال لها انا شايف ان احنا محتاجين ناخد بريك. انت تعمل القعده دي كلها عشان تقولي عايز بريك؟ هو انا اصلا بعمل لك ايه عشان تاخد بريك؟ انا اللي شايله مسؤوليه البيت وانا اللي شايله مسؤوليه العيال، وانت ما بتعملش اي حاجه، ولا عمري حسستك ان انت مقصر، ولا عمري جيت قلت لك شيل من عليا. مين فينا اللي المفروض يكون مخنوق؟ ده كلام واحد بيتلكك. انا مش محتاجه اتلكك، بس انا خلاص انا جبت اخري. اسمعي يا ملك، لو ما خدناش بريك انا هنفجر. انت واحد صلاحيه الاستقرار عنده خلصت خلاص، خدت منها الحلو لحد ما جزعت، خدت اجازه من حياه العط واقنعت نفسك ان انت راجل قد المسؤوليه وقد الحب والجواز والعيله، وبعد كده قعدت مع نفسك وحسبتها، قلت ايه ده؟ هو انا معقول هكمل حياتي كده؟ طب ما طبيعي تزهق وتكون عايز تعوض كل اللي فاتك، مش كده؟ احمد خد العربية وساب البيت وبدأ ياخد اجازة من الجواز، وملك بدأت تاخد على حياة جديدة اتفرضت عليها، وعاشت في وحدة برغم انها في وسط اولادها وفي وسط كل الناس. واتفاجئت ملك باصحابها جايين لها عشان يحلوا مشكلتها. عندك 3 نساء ذوات خبرات مختلفة. انا مثلا ست متطلقه وعارفه جايه من رجاله وقرب. عندك امينه ست ملعب مدورها مع رجاله اشكال والوان. وادي ليلى ست عاقله ومحترمه يا حبيبتي، واذا راجل مش عاقل مش محترم هيرجع انسي. بصوا يا جماعه، انتوا لو عايزين بقى نشرر له صح، احنا ممكن نقول ان المكنه عنده جابت زيت. حيوانة حلوه والله، هي حلوة. دول هيجروا. لا بس هو يكون جاب زيت بجد. اصل كده القعده ما بقاش ليها لازمه خالص. اقول لك حاجة، انا يا روحي احمد ده هيرجع، انا عارفه. عمري ما توقعت ان هو في يوم وليلة هيمشي كده وبخ كل حاجة. والله هتلاقيه متجنن وندمان عليكي دلوقتي. عاملين ايه؟ ده ايه البنات الحلوه دي؟ انا اول مره اشوف واحد يخرج من الحبس لسوق السير والسلوك. انا كنت مسجون فعلا. وبدأ أحمد يعيش حياة الحرية والانفتاح بدون قيود الجواز وسط أصحابه والبنات. هو دادي هيرجع البيت امتى؟ لما يتعب يا حبيبي. يتعب من ايه؟ مش انت ساعات تقعد تلعب مع اصحابك وتتعب وتتاخر كده؟ يعني بابي برضو متاخر عشان يقعد يلعب مع اصحابه. هما بيلعبوا ايه؟ انا عايزه العب معاهم. والحاجة سوسن بدر أمها خدتها على جنب وقالت لها الست الشاطرة هي اللي تحافظ على جوزها، وإن لازم أي 2 متجوزين يحاربوا علشان يكونوا مع بعض، وإن لازم أي حد من الطرفين يتنازل عشان الحياة تمشي،
وقالت لها احنا اتربينا على مبدأ تشتري جديد ليه مادام القديم ممكن يتصلح. ملك قالت لها ان في حاجات ما ينفعش تتصلح، وامها قالت لها الانفصال بيكون شرطه 3 حاجات، لو بخيل او بيخونك او بيضربك امشي فورا، غير كده عادي وكل حاجه بتتصلح. والست الناصحه هي اللي بتبقى عارفه مفاتيح جوزها صح. واحمد ابتدى يخسر صفقات في شغله لما قال له مدير اعماله ان الصفقه اللي هو مستنيها راحت عليه، وحاسب ان كل اختياراته كانت غلط. شرب وسكر واتصل بملك وقال لها ان هو عايز يقابلها. استقبلته ملك واحتوته وسألت صحابها عن سبب رد فعل أحمد في أول مشكلة قابلته، واستنتجوا إن معنى إنه راح لها إنه لسه بيحبها وإن في أمل يرجع لها تاني. وفي حفلة تكريم آخر أعمال الشركة لبست ملك فستان وغيرت النيلوج علشان تشد انتباه أحمد اللي كان واضح فعلا إنه مشدود ليها. لكن الجيرل فريند بتاعت صاحبه مصطفى كانت هتتسبب لمصطفى بمشكله، واحمد حاول يلهيها علشان مرات مصطفى ما تاخدش بالها. ولما شاف ملك احمد واقف مع البنت افتكرت انه على علاقه بيها، لكن صاحبه ملك قالت لها ده عينه ما نزلتش من عليكي. وفي اسوأ افيه في الفيلم احمد قال لمصطفى ان البنت اللي هو ماشي معاه حامل منه، ولما مصطفى قال له ازاي يا احمد، والصوت اللي كنت بسمعه لما بنزل كانت ايه بتحييك. وفي الحفلة قابلت ملك أمير صديق قديم وكان طالب ايديها زمان قبل ما تتجوز وما حصلش نصيب، وكان من الواضح انه لسه معجب بيها. احمد لما شاف امير اتضايق وكان واضح انه بيغير على ملك، وملك قعدت على البار جنب احمد واتعاملت معاه كانه شخص غريب، والغريب ان احمد اتعامل معاها كانه واحده لسه بيتعرف عليها. وفي الاخر انتهى اليوم بجلسه مساج و2 شاي بالياسمين. خرج من البيت احمد مستخبي كانه عاشقها، ده حتى بواب العماره كان مستغرب، واصحابها اتجمعوا علشان يشوفوا حل في المصيبه اللي حصلت لها. احنا دلوقتي قاعدين بنحاول نشوف صاحبتنا اللي قضت ليله مع جوزها هنحل المصيبه دي ازاي. هو انتوا فاهمين احنا فين؟ وملك عرضت على احمد انها هتعمله الملوخيه اللي بيحبها لو رجع البيت، وانها هتعيشه الجو اللي هو عايزه زي اي 2 متصاحبين واكتر. وهعيشك احلى جو 2 متصاحبين، هرقص لك كل خميس، هعمل لك ممرضه كل 2، ومش هتسمع دوشه العيال. وافق احمد مبدئيا على كلامها. ابتدت ملك تحضر العشاء وتظبط المسائل، واتصلت باحمد اللي ما كانش بيرد عليها، ولما رنت اكتر من مره رد عليها وعمل نفسه تعبان، وقرر انه ما يرجعش لحياه الالتزام الزوجي تاني. وملك قررت انها تفاجئ احمد وخدت العشاء وراحت له البيت، لكن المصيبه انها شافته هو واصحابه ماشيين مع بنات، انصدمت وانهارت وقررت ساعتها الانفصال عن احمد. وبرغم ان احمد بدأ في حياة الحرية والسكر والعربضة، الا انه كانت في حاجة ناقصاه وحاسس بفراغ كبير وما بقاش عارف ينسى ملك، وحس بانه بقى خسران. وبدأ امير صديق ملك القديم يتقرب منها بحكم الشغل ما بينهم، واتكررت اللقاءات، وحس بملك ان امير سد فراغ كبير عجز احمد انه يملاه بسبب انانيته وحبه لنفسه. اكتشفت ان كل ما الراجل بيكبر كل ما عربيته بتصغر وتقصر وتغلى وتحمر. وفي يوم احمد كان بيروح اولاده انتهز فرصة وجود ملك وقال لها انه ندمان على اللي عمله، وانه هيحاول يغير من نفسه ويبقى انسان جديد. لكن ملك رفضت تسمع كلامه وقالت له انه عمره ما هيتغير. ما يقسش احمد من محاولة الوصول لقلب ملك من جديد، كان بيراقبها هي والاولاد وبيطمن عليهم من بعيد. وفجأة شاف احمد امير وهو بيوصلهم بعربيته، حس ان اخر امل بيضيع منه. وفي يوم عيد ميلاد ملك امير كان عامل حفلة كبيرة ومكلف وصارف فيها. اتفاجئ باحمد دخل الحفلة وتهاجم على امير وقال له ان ملك لسه بتحبه، وان كل اللي انت عامله مش هتقدر تاخدها مني. ملك خرجت احمد من الحفلة وقالت له انت فضحتني، وانها مش بتحبه، وان علاقتها بيه ست مطلقة. اتصدم احمد لتاني مرة وحس بالعجز اكتر. شيلي من دماغك، مش قادر، يا ريتني كنت اقدر. وابتدى يحط كل همه في شغله. وفي لحظة مصارحة ما بين ملك وامير قالت له انها برغم انها مرتاحة معاه نفسيا وحاسة بالامان وحست انه عوضها عن حاجات كتيرة، الا انها مش قادرة تحبه. امير تقبل رأيها وقال لها ان اهم حاجة عنده انها تكون سعيدة. وبدأت ملك تسترجع ذكريات جوازها وليلة العمر اللي لسه محفورة في قلبها، وده باين لنا ان حبها لاحمد لسه ما انتهاش. وفي حفلة حسين كان عاملها وعازم الكل فيها، اتفاجئت ملك ان الحفلة اللي عاملها احمد مش حسين عشان يعتذر ليها ويحاول يصالحها. بدأ احمد يقول لها ان الحفلة دي عاملها مخصوص علشان خاطر يعتذر لها، وانه لسه بيحب حياته معاها، وانه لسه بيحب لمته هو والاولاد على سفرة واحدة. وقال لها كل شيء وحشني حتى خناقاتنا، وقال لها انت الوحيدة اللي بعرف ابقى نفسي معاها.
وقال لها برغم كل اللي عملته انا مش جايلي، وانه مش هييأس ابدا من محاولة انها تسامحه. وحضنته ملك ورجعوا لبعض وبقوا اسعد من الاول، وبقت تمثل كل يوم على خياله، كل يوم شكل جديد بروح جديدة. ولازم تعرف ان الفيلم خد انتقادات رهيبة، مش عشان هو فيلم وحش، لكن كانت دعاية ذكية. وبصراحة الفيلم كان جميل وبيتكلم عن حل مشكلة جديدة بيعاني منها اغلب المتجوزين بعد سنين من الحياة الروتينية المملة. وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، الفيلم يستحق التقدير ولا الهجوم؟ وما تنساش اللايك والاعجاب والاشتراك في القناة علشان تشوف كل جديد. كان معاكم فيلم ونكع.